السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية احنا قناة محمود سبورت، إن شاء الله بإذن الله تبقى قناة هنتكلم عن الرياضة، هنتكلم عن النادي الأهلي، هنتكلم عن الرياضة بشكل عام، بس خاصة عن النادي الأهلي وعن أخبار النادي الأهلي إن شاء الله هنتكلم فيه. مبدئيا أول موضوع هنتكلم فيه، الموضوع اللي عامل ضجة كبيرة، هو موضوع إمام عاشور. إمام عاشور أولا الأهلي بنسبة 95% خلص فيه مع نادي، خلص مع اللعيب، وفي الرتوش الأخيرة مع نادي ميتلاند اللي هو إن شاء الله يجي النادي الأهلي ويبدأ معانا في الموسم الجديد. طبعا إمام عاشور هيبقى أفضل بديل للكابتن حمدي فتحي، اللي احنا عارفين ان حمدي فتحي خلاص مضى للوكرة، وان شاء الله باذن الله مسافر النهارده او بكره عشان يعمل الاختبار الطبي بتاع الفريق، وبعد كده هيسافر معاهم اسبانيا، لان فترة الاعداد بتاعة فريق الوكرة هيبقى معمولة في اسبانيا، وحمدي فتحي ان شاء الله باذن الله هيسافر معاهم. امام عاشور هنتكلم عليه. امام عاشور ان شاء الله باذن الله طبعا لعيب ممتاز جدا جدا جدا، وجه في فتره من الفترات كان شايل هو وزيزو النادي الزمالك. اولا امام عاشور بيلعب مركز 6، بيلعب مركز 10، وبيلعب مركز 8، وتقدر توظفه في الباك رايت. بيلعب برجلين الاثنين، ودي ميزه فيه كبيره جدا. لعيب صغير، لعيب عنده حيويه في الملعب، عنده شراسة دفاعية كويسة، وعنده شراسة هجومية كويسة، ورجله كويسة جدا 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 على الجول، وبيقدر يحرز أهداف كتير قوي من شوطات بره ال 18 أو من جوه ال 18، فهي رجله كويسة جدا جدا على الجول، فهيبقى مفيد جدا للنادي الأهلي. وكمان غير كده هيبقى بديل كويس جدا لحمدي فتحي. ده بالنسبة لإمام عاشور، وبطمن جماهير النادي الأهلي اللي هو بنسبة كبيرة جدا الأيام الجاية هينضم للنادي الأهلي، وهيبدأ معانا فترة الإعداد، ويبدأ معانا المطوشة اللي جاية إن شاء الله، ويبدأ معانا الدوري والأيام دي والكلام ده كله. طبعا النهاردة أو بكرة بكتير قوي التقرير بتاع كابتن كولر هيقدمه لكابتن محمود الخطيب. التقرير ده هيبقى فيه أسماء اللعيبة اللي هيطلعوا إعارة، اسماء اللعيبه المستبعدين من النادي الاهلي، واسماء اللعيبه اللي الاهلي محتاجهم او كولر محتاجهم معاه يدعم بالفريق بتاعنا. تالت حاجه احنا ان شاء الله باذن الله بكره مباراه الاهلي وفيوتشر. المباراه هتبقى الساعه 8:30 باذن الله مساء على استاد السلام، اللي هو كان استاد الاهلي والسلام. الاهلي التشكيل بتاعه باذن الله، او اللعيبه اللي كولر حاططها في هنقول اللعيبه الاول وبعد كده نقول التشكيل المتوقع ان شاء الله. الشناوي، علي لطفي، شوبير، محمد هاني، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، خالد عبد الفتاح، علي معلول، اليو ديانج، قفشه، قندوسي، مروان عطيه، بيرسي تاو، عبد القادر، الشحات، كهربا، وشريف، وطاهر محمد طاهر. طيب التشكيل المتوقع ايه يا محمود؟ التشكيل المتوقع ان شاء الله باذن الله الشناوي، محمد هاني، احتمال يريح ياسر ابراهيم او محمد عبد المنعم ويبدا برامي ربيعه. علي معلول طبعا اساسي لان مفيش فيه بديل حاليا في النادي الاهلي ليه. مروان عطيه، اليو ديانج، قفشه، وقفشه هيبدا ان شاء الله باذن الله اساسي من بدايه المباراه. الشحات اللي ما لعبش الماتش اللي فات بنسبه كبيره جدا هيبدا الماتش ده باك ليفت، وبيرسي تاو الناحيه الثانيه في وينج ليفت، والناحيه الثانيه هيبقى بيرسي تاو وينج رايت، وهيبدا بمحمد شريف عشان عدم الثقه بتاعته، هيحب ايه يثبت الثقه بتاعت الراجل في محمد شريف. احنا عارفين اللي هو هداف وكبير، بس الايام دي طبعا للاسف ملوش حظ، فاحنا كلنا في ظهره وكلنا بندعمه، وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقه ويرجع يهدف تاني. طيب بالنسبه احنا قلنا طبعا الماتش بتاع فيوتشر بكره. طيب بالنسبه لفيوتشر في نقطه مهمه قوي في فيوتشر بالنسبه للنادي الاهلي. ايه هي يا محمود النقطه المهمه قوي؟ اللي هو اللاعب بتاعنا او بنسبه كبيره قوي هيبقى بتاعنا ان شاء الله، اللي هو بوبو باذن الله بنسبه كبيره جدا موجود زي امام عاشور وبنفس النسبه في النادي الاهلي. بنسبه كبيره قوي اللاعب ان شاء الله مضى للنادي الاهلي، وان شاء الله هيتضم لنا في بدايه الموسم ويبدا معانا
البطولات بتاعتنا كلها ان شاء الله، ويبقى موجود معانا ان شاء الله باذن الله في السوبر الافريقي، هيبقى موجود معانا في كاس العالم للانديه، هيبقى موجود في الدوري الجديد، هيبقى ان شاء الله باذن الله يكمل معانا الكاس بتاع السنه دي. فاحنا عندنا كذا بطوله ومحتاجين لعيبه كتيره جدا جدا جدا، ويكون لعيبه بقدر عالي جدا، يعني لعيبه محترمه كمستوى، وتقدم كرة كويسة لجماهير الأهلي وللنادي الأهلي، عشان نقدر نعمل موسم إن شاء الله زي الموسم اللي احنا فيه ده. بإذن الله احنا خدنا 4 بطولات، الدوري إن شاء الله يبقى 5، وبإذن الله ربنا يكتب لنا الخير في بطولة السوبر الأفريقي وتبقى البطولة السادسة إن شاء الله. طيب هنتكلم على اللعيبة، احنا اتكلمنا طبعا على اللعيبة اللي هي إن شاء الله كولر هيعملها اعاره، واللعيبه اللي ماشيه طبعا احنا عندنا حمدي فتحي خلاص راح الوقره زي ما قلنا، برونو سافيو بنسبه كبيره جدا ماشي، شادي حسين ان شاء الله باذن الله برضو ربنا يوفقه، وهيشوف له، هنشوف نادي الاهلي هيشوف له نادي، او هو هيشوف نادي اللي يناسبه في الدوري المصري ان شاء الله. طبعا ان شاء الله احنا في مستنيين ان شاء الله كابتن اكرم يرجع من الاصابه بتاعته، واحتمال يبقى معانا في كاس السوبر الافريقي اللي جاي. دي الحاجه الثانيه باذن الله هنتكلم على جاكسون موليكا اللي طبعا الضجه عليه ولسه كلام رايح وكلام جاي. برضو جاكسون موليكا بنسبه كبيره قوي ان شاء الله هيبقى موجود معانا، عارفين طبعا لعيب هيدرز، لعيب قوي، بيعرف يشوط، بيعرف يجيب اجوان كويس قوي قوي قوي، وان شاء الله هيبقى مهاجم سوبر بالنسبه للنادي الاهلي، وكمان سعره ان شاء الله يبقى مناسب للاهلي، وكمان سنه مناسب جدا جدا للنادي الاهلي اللي هو 23 سنه، هتقدر تستفاد بيه فتره كبيره جدا جدا، اللي هو يبقى معاك وعندك راس حربه قوي قوي ويتعب اي مدافع. هنتكلم على طبعا احنا عارفين الاهلي النادي بتاعنا الحبيب لعب 26 مباراه في الدوري، عنده 68 نقطه زياده، طبعا فيوتشر الثالث، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا ونفوز عليه النهارده ونوصل لنقطه 71. بعد الفوز ان شاء الله باذن الله ربنا يكتبه لنا بكره هنحتاج 9 نقط كمان ونحسم الدوري، ويقدر كولر يريح اللعيبه بتاعنا الاساسيه ويقدر يلعب بالبدايل، واحنا الحمد لله بفضل ربنا عندنا البدايل زي اللعيب الاساسي. يعني في البدايه لما كولر جه وعمل روتيشن واحنا كنا زعلانين من الروتيشن الكتير بتاعه، لا دلوقتي اثبت اللي هو كان صح بالروتيشن بتاعه، لانه ريح لعيبه ولاعب لعيبه وعمل انسجام ما بين الفرقه كلها وما بين اللعيبه كلها. كان الاول تلاقي 13 14 لعيب بيعرفوا يلعبوا مع بعضهم، دلوقتي لا، اي لعيبه في النادي الاهلي او اي تشكيل بينزل في النادي الاهلي بيبقى اللعيبه بتلعب كويس جدا مع بعض، وبيقدروا ينسجموا مع بعض، وبيقدروا يحققوا مستوى كويس قوي ومكسب كويس برضو الحمد لله، وبنتيجه كويسه. طبعا احنا ملوك الثلاثات طبعا انتوا عارفين. في النهايه اشكركم واشكر حضراتكم، واتمنى من حضراتكم الاشتراك في قناتي محمود سبورت، واتمنى لايك وشير وكومنت، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.